بمناسبة نزول البلاي ستيشن بورتال عندنا بشكل رسمي في الوطن العربي، ففي الفيديو ده هقولك على اهم الاكسسوارات اللي ممكن تجيبها عشانه، واهم حاجة هي الشنطة او الكيس اللي انت هتحط فيها البورتال، عشان طبعا البورتال بشاشة حجمها كبير جدا، وعشان تاخده معاك وانت بره فصعب ان انت تشيله بالشكل ده من غير ما حاجة تحميه. وانا دورت كتير جدا على شنطة تكون كويسة بالماتريال بتاعتها كويسة عشان تحمي البلاي ستيشن بورتال. لقيت حاجات كتير جدا ملهاش معنى وملهاش اسم وشكلها غريب وما اضمنش اذا كانت الكواليتي بتاعتها كويسه ولا لا، لحد ما لقيت الشنطه اللي باعلى كواليتي ممكن تاخدها، وهي الشنطه من سبيجن. وزي ما انتم عارفين انا بحب الشركه دي جدا وبحب الاكسسوارات بتاعتها عشان الجوده بتاعتها عاليه جدا. وفعلا الشنطه بجوده عاليه جدا من الماتيريال المعموله بيها، من السوسته والايدين بتاعت السوسته بتاعتها، والكيس دي هي هارد شيل فهتحمي البلاي ستيشن بورتال بتاعك. واول ما تفتح الشنطه دي هتلاقي ان في جزء كده متبطن معمول من القطيفه الناعمه جدا محطوطه على الشاشه، ودي عشان تحمي الشاشه بتاعتك من حتى الخدوش. وكمان هتلاقوا في الكيسه دي في فتحات واماكن معموله بالظبط على الاشكال بتاعت الزراير والجويستيك بتاعت البلاي ستيشن بورتال، فانت كده ضامن ان البلاي ستيشن بورتال مفيش حاجه هتكون ضاغطه على الزراير والجويستيك. ولما تفتح الجزء اللي مغطي الشاشه هتلاقي في اماكن كده السترابس مطاطيه عشان تمسك الحاجات اللي ممكن تحطها هنا. وايه اللي ممكن تحطه هنا؟ اول حاجه الكابل اللي بيجي مع البلاي ستيشن بورتال، وتاني حاجه حطيتها هي الشاحن. وطبعا انا افضل ان انت تحط شاحن من الشواحن اللي هي بتتقفل على بعض بحيث انها ما تبقاش واخده مساحه كبيره مهما كان طوله وعرضه، لكن الفكره في السماكه بتاعته. وطبعا في مكان ان انت ممكن تحط حاجه تانية زي فلاشه، ميموري كارد، اي حاجه انت محتاجها، لكن مش شرط تكون عشان البلاي ستيشن بورتال. لكن لو شلت البلاي ستيشن بورتال هتلاقي فيه جزء مخفي كده تحته عشان تخزن فيه حاجات تانية، وانا هنا حاطط فيه طبعا اهم حاجه لو انتم متابعيني من زمان اللي هي السبودز. والسبودز دي انا اكتر حاجه بحب استخدمها عشان انظف الشاشات بتاعه التليفونات او اي حاجه انا بستخدمها. مش شرط ان انت تحط نفس المايكرو فايبر كلوث اللي انا بستخدمها اللي هي السبودز، لكن ده مكان ان انت ممكن تحط حاجه ليها، لان شاشه البلاي ستيشن بورتال زي ما قلت كبيره واكيد ان انت هتحتاج تنظفها من وقت للتاني. وتاني حاجه انا حاططها ودي حاجه هتحل لك مشكله كبيره جدا موجوده في البلاي ستيشن بورتال، وهي واي فاي متنقل اللي بيشتغل بشريحه التليفون. ودي هيكون احسن حاجه تاخدها معاك مع البلاي ستيشن بورتال، لان زي ما انتم عارفين وزي ما قلت في فيديو المراجعه البلاي ستيشن بورتال لو رحت بيه اوتيل او اي مكان محتاج تدخل بيانات او تريجستر عشان تدخل على الواي فاي، البلاي ستيشن بورتال مش هيقدر يعمل كده. بلاي ستيشن بورتال بس بيدخل على الواي فاي اللي بس يكون محتاج باسورد، فالواي فاي المتنقل ده هيحل لك مشكله وهيخليك تلعب بالبلاي ستيشن بورتال في اي مكان. ولو لاحظتوا هتلاقي ان في جزء هنا مخفي معمول بسيستم، ده عشان تحط اي سمارت تراك بتاعك. انا هنا حاطط الاير تاج عشان اقدر اتتبع البلاي ستيشن بورتال والشنطه لو انا سبتهم في مكان او نسيتهم او حد خدهم لا قدر الله. ونيجي بقى للسماعات، زي ما انتم عارفين البلاي ستيشن بورتال ما فيهوش بلوتوث، فانت لو عايز سماعه وايرلس فانت ما عندكش حل غير اتنين، البلاي ستيشن بولس اليت او البلاي ستيشن بولس اكسبلورر. طبعا الاكسبلورر هيكون ده الحل المنطقي لان حجمها صغير وتحط جوه الودن وتكون حاجه خفيفه تقدر تتنقل بيها وكمان تقدر تحطها في الشنطه دي، لكن للاسف سعرها زي سعر البلاي ستيشن بورتال $200، وده حاجه بصراحه مش منطقيه بالنسبه لي ان انا اجيب سماعه بنفس سعر الجهاز، وعشان كده انا ما جبتهاش. لكن في سماعه تانية برضو ممكن تستخدمها بس ما اعتقدش ان دي هتكون احسن حاجه في التنقل، وهي البلاي ستيشن اليت. وانا السماعه دي عندي وهعمل عنها فيديو قريب فتابعوني عشان ما تفوتكوش الفيديو ده لو مهتمين بيها. لكن الحل البديل اللي تقدر تعمله ان انت تجيب سماعه بسلك تكون الكواليتي بتاعتها كويسه على حسب الحاجه او الشكل اللي انت بتفضله، وتقدر تخزنها كمان برضو في الشنطه. واخر حاجه هتكلم عنها هي حاجه عشان تحمي الشاشه، وهي السكرين بروتكتور. واكيد في ناس كتير منكم هتبقى بتدور على سكرين بروتكتور تكون الجوده بتاعته كويسه، وانا عندي اختيارين دلوقتي ممكن تختاروا منهم اي واحده فيهم، والاتنين الجوده بتاعتهم عاليه جدا. اول حاجه هي برضو من نفس الشركه بتاعت الشنطه سبيجن، هي عامله سكرين بروتكتور للبلاي ستيشن بورتال. تاني اختيار عندنا هي سكرين بروتكتور من دي براند. زي ما انتم عارفين دي براند مشهوره برضو بالاكسسوارات اللي بتعملها للتليفونات وكل حاجه ليها علاقه بالتقنيه مش بس تليفونات. برضو عاملين سكرين بروتكتور الجوده بتاعتها عاليه جدا للبلاي ستيشن بورتال، واي واحده فيهم هيكون اختيار موفق جدا. ولو انت حد جبت البلاي ستيشن بورتال ومستمتع بيه اكتب لي تحت في التعليقات رايك فيه ايه وهتختار ايه من كل الاكسسوارز اللي احنا اتكلمنا عنها. ولو عندكم اي استفسارات او تعليقات اكتبوها لي برضو تحت في التعليقات. اعملوا لايك وشير للفيديو وتابعوني عشان ما تفوتكوش الفيديوهات الجايه. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.